في الفيديو ده هنتكلم عن المواقع اللي نقدر نعملها بالووردبريس. طيب ليه محتاجين ان احنا نشوف حاجة زي كده؟ علشان نبقى عارفين الامكانيات اللي ممكن نعملها بالووردبريس. مهارة underrated جدا او يعني مهدور حقها، هي انك تكون عارف بوجود الحاجة. لان انت لما تعرف ان الحاجة موجودة، خلينا مثلا ناخد مثال في البرمجة. انت عارف ان في فيتشر معينة موجودة في الجافا سكريبت او في السي اس اس حتى. لما بتظهر قدامك مشكلة وانت عايز تحل المشكلة دي، لو انت عارف بوجود الحاجة السهلة البسيطة اللي ممكن تحل لك مشكلتك بكل سهولة، اكيد هتوفر وقت وهتيجي في دماغك الفكرة دي وهتبتدي تحل على اساسها المشكلة بتاعتك. بس لو انت مش عارف ان هي موجودة، هتحرق وقت كتير قوي عقبال ما توصل ان في حاجة زي كده. هتعمل سيرش بقى وهتضيع وقت كبير. فكونك تكون عارف الحاجة اللي موجودة أو الحاجة اللي تقدر تستخدمها في حل مشاكلك، دي مهارة مهمة جدا. فإحنا النهاردة هنعرف بس الأول الووردبريس يقدر يعمل لنا إيه المواقع اللي نقدر نعملها بالووردبريس. أول حاجة محتاجين نتكلم عنها هي إن إحنا نبقى عارفين إن في حاجة اسمها static ويب سايت ودايناميك ويب سايت. الستاتيك ويب سايت هو الويب سايت اللي فيه كونتنت فقط. كل ما صاحب الموقع يحب ان هو يغير الكونتنت، هيرجع للديفلوبر اللي عمله. هو مش هيقدر يغير حاجة بنفسه لان الكونتنت موجود في ال HTML. الصور والحاجات دي كلها موجودة في الكود، فمحتاج ديفلوبر عشان يغير الكونتنت. وكمان ما فيهوش داتابيز. الداتابيز دي كل مهمتها ان هي تسيف المعلومات. فتخيل مثلا لو انت عندك ويب سايت عليه يوزرز، واليوزر دخل كتب اسمه مثلا، عدل في اسمه، عدل في حاجة، وده السيف. طب سيف دي هتودي المعلومات فين؟ هو لو static ويب سايت مفيش داتابيز، فلو ما هو هيعمل سيف، المعلومات دي مش تروح في حتة. خلاص لما يعمل ريفرش هترجع زي ما كانت. الدايناميك ويب سايت بيبقى فيه يوزر انتراكشنز، الداتابيس كويريز، بيبقى فيه variables كتير جدا تبقى في الويب سايت. ان انت تقدر تغير حاجات، زي مثلا ان انت تقدر تظهر صفحات معينة لللوجد ان يوزرز او اللوجد اوت يوزر. تقدر تعرض لليوزر صفحات بناء على هو لوجد ان ولا مش لوجد ان، هو شاري باكج دافع، عامل سبسكريبشن على الويب سايت ولا مش عامل سبسكريبشن، داخل على صفحة منتج ولا داخل على الداشبورد بتاعته. على حسب الحاجة اللي هو بيعملها، الويب سايت بينتراكت معاها ويظهر الداتا دايناميكلي على حسب ما هو محتاجها في الوقت ده. نيجي بقى لأول نوع من الويب سايت، البيزنس والبروفيشنال ويب سايت. ده ببساطة لكل الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة أو الايجنسيز، حتى الناس اللي بتعرض شغلها على الويب سايت، إن هو يكون بورتفوليو مثلا لديزاينر أو ديفلوبر بيعرض شغله عليه. الحاجة التانية هو الاي كوميرس. الاي كوميرس ان انت بتبيع حاجة اونلاين، فده تقدر بسهولة جدا ان انت تعمله على الويب سايت، ان انت تنزل بلجن اسمه وو كوميرس. تقريبا 90% من المواقع اللي شغالة على الووردبريس وعاملة اي كوميرس هم منزلين بلجن الوو كوميرس و عاملين الشوب بتاعهم يعني بالوو كوميرس. ده عبارة عن بلجن بتنزله بيخليك تحط منتجات وتبتدي تشتغل كاونلاين ستور. السبسكريبشنز ان انت تكون عندك بوابة دفع وبتاخد فلوس من الناس وتعمل لهم سبسكريبشن ان هم يشوفوا حاجة معينة على الويب سايت، او آم، يقروا بلوجز مثلا او حاجات زي كده. ده سبسكريبشن بيزد. الافيليت ماركت، وهو عامل زي شوية زي الوو كوميرس او الاي كوميرس، بس انت مش بتبيع على الويب سايت بتاعك. يعني انت ما عندكش كارت او سلة اليوزر بيخش يحط فيها المنتجات وبعد كده يحاسب وهكذا. لا، انت بتخش على حاجة زي امازون مثلا، تاخد منه الافيليت كود بتاعك وتاخد المنتجات اللي انت عايزها، تروح على الويب سايت بتاعك تحط صورة، الديسكريبشن بتاع المنتج، المعلومات اللي انت محتاج تحطها، وزرار يوديه على امازون ويحط اللينك بتاعك في اليو ار ال اللي هو بيبقى الاسم بتاع الويب سايت فوق كده، بتلاقي بعديه كلام كتير كده، هو ده اليو ار ال بتاع الافيليت بتاعه. الكونتنت اند ميديا، زي البلوجز، الناس اللي بتعمل مقالات، زي المواقع الإخبارية والمجلات.
زي ان حد يحط فيديوهات على الويب سايت بتاعه، الكوميونتي والسوشيال، حد يعمل ممبرشيب كوميونتي، او السوشيال نتوركينج، بس حاجه زي الفيسبوك بس على اصغر طبعا. والايفنتس. الايفنت مش لازم يكون ويب سايت كامل، هو ممكن يكون صفحة في ويب سايت تخلي الناس تعمل ريجستريشن، تشتري تيكتس، وتعمل سكيدولينج. مثلا لو في سيشنز في الميتنج او في الايفنت ده، في سيشنز بيعملوا فيها ريجستريشن وهكذا. عندنا الاديوكيشنال والانفورميشنال ويب سايتس، حاجة زي الاونلاين ليرنينج زي يوديمي. الحاجات دي كلها دي بلاتفورمز بتحط كورسات وانت بتخش تتعلم عليها. ال educational institutions زي الجامعات ومدارس وكل الحاجات التعليمية. ال documentations وال knowledge base زي أي documentation بتاع API مثلا لو أنت شفته. حاجة زي الووردبريس مثلا دي open source، فكل الناس لازم يبقى في knowledge base كده، لما تيجي تدور على حاجة تدخل تدور عليها. يعني اللي عمل السيستم، اي حد بيعمل سيستم، والسيستم ده بيكون متاح خارجيا لاي حد ان هو يستخدمه، لازم يبقى في documentation يقولك ازاي تحصل على الفيتشرز اللي انت عايزها كمبرمج. ال specialized applications، حاجة زي الريل استيت، الشركات اللي بتعرض شقق وحاجات للإيجار أو للبيع. المطاعم اللي بيعرض المنيو بتاعه، يخليك تطلب اونلاين. الهيلث كير، ان انت مستشفى مثلا تشوف الدكاترة اللي موجودة، تحجز مع دكتور، تشوف التخصصات، حاجات زي كده. فخليني اقول لك ان غالبا كده الووردبريس بيعمل اي حاجة موجودة. بس التركاية فين بقى؟ التركاية إن ممكن الووردبريس يعمل الحاجة اللي انت محتاجها، بس هو مش احسن حاجة تعملها عليه هو الووردبريس. يعني انت ما ينفعش تحب التكنولوجي اللي انت شغال بيها لدرجة ان انت تغمض عينك عن اي حاجة تانية موجودة في السوق. هتوصل لمرحلة ان انت عرفت كذا تكنولوجي، ابتديت تعرف حاجات اكتر غير الووردبريس. بعد ما نتعلم الووردبريس طبعا نتعلم الاساسيات والحاجات دي كلها، المرحلة اللي بعدها ان انت تعرف تقارن التكنولوجيز وبعضها، انهي اسهل استخدمه في ايه، والابليكيشن اللي هعمله او الويب سايت اللي هعمله محتاج ايه مش موجود في الووردبريس، او هعمله بطريقة احسن في انهي تكنولوجي تانية. بس فاتمنى ان اكون غطيت كل الويب سايتس المتاحة اللي احنا ممكن نعملها بالووردبريس، وطبعا في حاجات اكتر من كده. بس خلينا نكتفي بالحاجات دي، اعتقد احنا غطينا 95% من الحاجات اللي موجودة.